بعد تسريب الامتحانات الثانويه العامه نسبه الرسوب 25%. لو ما فيش تسريب كان نسبه الرسوب كانت ممكن تبقى كام؟ طبيعي كانت هتقل. تقل ولا تزيد؟ لا كانت هتقل. ليه بقى؟ لان لما التسريبات اولا اتمسكت واقلت، فطبيعي لازم النسبه بتاع السقوط تقل. والله في غبا وفي ذكي. انا بتهيألي التسريبات ما اثرتش. طبعا لحد الساعة 8 الصبح، فأكيد حتى لو ما فيش حد ذاكر، لو قرأ الامتحان حفظ الإجابة ومستوعب ورقة الإجابة، فده بجد يعني أنا مش عارفة ده إيه ده. لا بسم الله ما شاء الله، الطالب المصري بيستغرب طبعا. هو الطالب المصري لحد أولى ابتدائي بيبقى ذاكر طبعا. بيخش أولى ابتدائي تلاقيه بيتغير. هي طبعا نسبة الذكاء بتقل كل مدى، والتركيز في العمليات التعليميه بيقل كل فتره. لا مفيش غباء. لا الطالب المصري مش غبي. لا ده نظام، دي منظومه فاشله. انا ده رايي. نظام التعليم في مصر دي منظومه فاشله. بعدين اصلا بعد التسريبات ده كلها ناس كتير خدت فوق حاجات كتير، لما يكون فوق 65% اوائل بس. الناس اللي ذاكرت اصلا لما دخلت اتوترت جدا في الامتحان، فاعتقد الناس الشاطره هي اللي اتظلمت في الموضوع ده.